خلي بالك بقى، مصر للطيران عملت حركة ذكية جدا، قالت مش ال 16 طيارة ب5 مليار دولار، طب انا بقى هاخدهم ب 500 مليون بس. نعم. نعم. انا بقالي سنتين هنا. سلام عليكم. تعالوا اقول لكم ازاي مصر للطيران قدرت تقنع شركة ايرباص انها تاخد 16 طيارة طراز A350 ب 10% من تمنهم اللي هو 500 مليون، رقم مجنون. في البداية، هو ليه اصلا مصر للطيران راحت تشتري طيارات بعد ما باعت طرازات الايرباص 220 قطع غيار، وعلى حسب التصريح الرسمي بسبب عدم ملائمتها للظروف الجوية؟ وهل الطراز الجديد هيبقى ملائم فعلا؟ خليني اقول لك عزيزي المشاهد، طراز الطيارة الجديدة مش بس ملائم، ده مختلف تماما. انت عمال من الصبح لما صدعتنا. هو يعني ايه طراز اصلا؟ الطراز ده زي موديل العربية، مثلا مرسيدس الفئة اس غير مرسيدس الفئة سي، بس الاختلاف بيبقى ارقام مش حروف. نرجع لطيارتنا، الطراز الجديد اسمه ايرباص 350-900، وركز في الرقم ده لان الطراز ده تحديدا للمسافات الطويلة، وكل رقم بعد الرقم الاساسي بيعبر عن حاجة، وتعالى نفصصه. اللي على الشمال ده الرقم الأساسي زي ما اتفقنا، أما على اليمين بتعبر على الحجم، وزي ما شايف خير الأمور أوسطها. هتقولي بس كده هو ده السبب اللي اشتروا عشانه؟ طب ما عندنا طيارات كبيرة بتروح زي التريبل 7 ومعاها ال787. ايه الجديد؟ اقولك انا الجديد. مصر للطيران قافلة خط مهم جدا وحيوي، وهو خط شيكاغو ولوس أنجلوس، ولو شغله دلوقتي مع نقص الطيارات اللي بتروح لمسافات بعيدة هتظهر له مشكلة أكبر، وهي نقص عدد الرحلات اللي بتروح حاليا واشنطن مثلا. عشان كده قالك خلاص احنا هنضيف طيارات جديدة، وأول ما الناس شمت خبر إن قربنا نستلم أول طيارة راحوا مفاجئين الناس بخبر أحلى منه. مصر للطيران اتقدمت بطلب رسمي لفتح الخطين، وانا اتوقع الايام الجايه انهم هيتقدموا بطلب رسمي لفتح خط ساو باولو في البرازيل في امريكا الجنوبيه، ويبقى كده انت مغطي الامريكتين. اول طياره هتيجي امتى بقى؟ شهر 2 2026، يعني الشهر الحالي، وغالبا الاسبوع اللي بعد وقت نشر الحلقه دي. ايه ده، ثانيه، انت مش قلت لي انهم 16؟ فين الباقي؟ هما فعلا 16. تعال افهمك الصفقه تمت ازاي وعبقريتها من جانب مصر للطيران. خلي بالك بقى، مصر للطيران عملت حركة ذكية جدا، قالت مش ال 16 طيارة ب5 مليار دولار، طب انا بقى هاخدهم ب 500 مليون بس. نعم. نعم. انا بقالي سنتين هنا. اول حاجة، هم اتفقوا على 10 طيارات في نوفمبر 2023 في معرض دبي للطيران، بعدها في 2025 في معرض باريس الدولي للطيران اتفقوا على 6 زيادة كمالة، وبقى عندنا 16 طيارة تحت الطلب، ومطلوب مننا دلوقتي كاش 5 مليار دولار. بعيدا بقى عن ان مصر للطيران قادرة تدفع المبلغ كاش او لا، بس مش بتتحسب كده، وقررت تلعبها بذكاء. راحت شركة مصر للطيران استخدمت نظام أو استراتيجية اسمها البيع وإعادة الاستئجار. يعني إيه؟ يعني هنروح لإيرباص شركة الطيارات ونقول لهم يا إيرباص اعملي طيارة باسمي وعليها اللوجو بتاعي، والشركة دي هتدفع لك المبلغ كاش وأنا هقسط لها الفلوس. طب هي مين الشركات دي؟ أول شركة اسمها BOC، مولت 3 طيارات، وبعدها شركة فرنسية تانية مولت طيارتين كمان، كده الإجمالي 5 وفاضل لنا 11 طيارة. هندفع كاش؟ لا، هنقسطهم برضو، ولكن من ايرباص نفسها، ودفعنا المقدم 500 مليون دولار وبس. الباقي هيتقسط بقى على سنين طويلة، وكل فترة نستلم طيارة، ومتوقع نستلم 10 طيارات قبل 2027. كده نقدر نقول ان بقى عندنا واحدة من افخم واحدث طيارات ايرباص، ومبروك لمصر للطيران. من هنا اقدر اقول عليها معاها اسطول متنوع فعلا، بقى عندها نونات طيارات ايرباص ونونات طيارات بوينج، وطيارات كبيرة ايرباص وطيارات كبيرة بوينج. بس كده. ولو عايزين حلقة معينة في الطيران اكتبولي في التعليقات، وما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك. سلام.